في منتصف شتاء عام 2013 في محافظة أسيوط، وبالتحديد في شارع محمد علي مكارمة، كان يسكن هناك الحاج محمد توفيق هو وزوجته السيدة عفاف، وكان الاثنان يعيشان في شقة صغيرة بالطابق الأرضي. كان الحاج محمد يبلغ من العمر 70 عاما ومتقاعدا ومتزوجا من السيدة عفاف منذ سنين طويلة، وكان الاثنان متفاهمين وراضيين بنصيبهما إذ لم يكن لديهما أولاد، وكان الزوجان محبوبين من أهالي شارعهما، وخصوصا الحاج محمد لأنه كان حلو اللسان والابتسامة لم تكن تفارق وجهه، وكان كل يوم صباحا يخرج ليجلس في الشرفة ويسلم على جيرانه وأصحاب المحلات الموجودين في الشارع، وأصبح صوته وسلامه شيئا معتادا على مسامع جيرانه، إلى أن جاء يوم لم يفتح فيه الحاج محمد شرفته كالعادة ولم يخرج ليجلس فيها. في البداية لم ينتبه الجيران، لكن عندما ظلت الشرفة مغلقة لعدة أيام بدأ القلق يظهر عليهم، فذهب بعضهم وطرقوا باب شقته ليطمئنوا عليه، لكن لم يفتح أحد حينئذ. فقال الأهالي إنه من الممكن أن يكون الحاج محمد وزوجته قد خرجا وذهبا عند أحد أقاربهما وبقيا عندهم، خصوصا أن لهما أقارب كانوا دائما على تواصل معهم. لكن بعد مرور 5 أيام زاد الأمر سوءا، إذ ظهرت رائحة كريهة ملأت العمارة وانتشرت على السلم، وكان مصدرها شقة الحاج محمد. فعلى الفور أبلغ أحد الجيران الشرطة، وفي غضون وقت قصير وصلوا إلى العمارة وكسروا باب الشقة بعد إذن من النيابة. وبعد كسر الباب لم يعد رجال الشرطة والجيران الذين كانوا واقفين خارجا على السلم قادرين على التنفس بسبب الرائحة الفظيعة التي زادت بعد فتح الباب، لكن ما شوهد داخل الشقة أنساهم بشاعة الرائحة، وبسببه ضرب طوق أمني حول العمارة. على بعد 10 أمتار من باب الشقة من الداخل وجد رجال الشرطة أمامهم جثمان شخص راكع على ركبتيه واضعا رأسه على أريكة، وذراعه الأيسر مرفوع وملفوف حول رأسه، والذراع الأيمن كان موضوعا بجانبه، وكان حول هذا الشخص بقعة دم جافات وجثته في حالة تعفن. هذه كانت النظرة الأولى للمشهد، وبعد ثوان عرف أن هذا الشخص هو الحاج محمد. وبتفتيش باقي الشقة وجد رجال الشرطة السيدة عفاف في غرفة النوم ملقاة على وجهها، وهي أيضا كان حولها دم، وجسدها في حالة تحلل مثل زوجها تماما. من بعد اكتشاف مقتل الزوجين حاصرت الشرطة المكان والشارع بالكامل، وبدأ رجال البحث الجنائي في مهمتهم. يعني هو القضية نقول بقى جملة الدهب يا فندم تقريبا كان كام؟ يعني حوالي 200,000 جنيه أو أكتر كمان. فلوس سايلة يا فندم بقى؟ يعني حوالي 6000 جنيه. 6000 جنيه. يعني برضه قتل خالته وقتل جوز خالته علشان دهب بقيمته 250,000 جنيه بجوار 6000 جنيه لقاهم في الدولاب محطوطين هنا بالظبط في نفس المكان ده، كان عارف مكانهم طبعا بحكم تردده. 6000 جنيه والدهب صار للدولاب، خد الحاجة من غير ما يبقى اصلا ما عارف مكانها، بس هو طبعا عارف دي يستخدم العنف لان عارف مفتاحها مقفول مش عايز ياخد وقت عشان يدور على المفتاح. وكانت الملاحظة الأولى أن باب الشقة وجميع المداخل والمخارج لم تتعرض لأي آثار اقتحام، وهذا يعني أن القاتل دخل الشقة بمفتاح أو أن أحد المجني عليهما فتح له الباب. وثاني ملاحظة تم تسجيلها هي وجود صينية صغيرة وعليها 3 أكواب شاي، كوب منها قد شرب بالكامل، والكوب الثاني شرب نصفه، الكوب الثالث فكان كما هو ولم يشرب منه شيء. والملاحظة الثالثة هي أن الشقة كلها كانت في حالة فوضى، وكل شيء مبعثر ومرمي على الأرض،
لكن الغريب أن خزانة غرفة النوم التي فيها جثة السيدة عفاف كانت كما هي، والملابس فيها مرتبة، ولم يتحرك أي شيء من مكانه، على الرغم من أن الخزانة كانت مفتوحة بالكامل. أما منضدة الزينة فوجد رجال البحث الجنائي عليها علب ذهب، وكلها كانت مفتوحة وفارغة، لكن الأغرب أنه كانت هناك علبة فيها ساعة ولم يأخذها القاتل وتركها في علبتها، وهذا يفسر أن القاتل كان لديه وقت كاف ليختار ويفرغ العلب براحته. وبعد أن تمت المعاينة لمسرح الجريمة وتصوير الجثث، تم نقلهما إلى مصلحة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وتم أيضا تحريز الأكواب لرفع البصمات من عليها وفحص المشروب الذي كان فيها. في الوقت نفسه قام رجال الشرطة بتفتيش مخارج العمارة وتحديد أماكن كاميرات المراقبة وتفريغها، وفتحت التحقيقات مع الجيران وكذلك مع أهل المجني عليهما الذين علموا بالواقعة عن طريق جيران الحاج محمد والسيدة عفافة، وكانت أقوالهم أن المجني عليهما كان أناسا طيبين وفي حالهما، وليست لديهما أي عداوة مع أي شخص. وبالتحري عن المجني عليهما اتضح أنهما كانا ميسوري الحال، هذا فضلا عن أن السيدة عفافة كانت ترتدي ذهبا كثيرا عبارة عن أساور وقلائد في عنقها. بعد أيام مما حصل ظهر تقرير الطب الشرعي، وكان مفاده أن المجني عليه محمد تعرض لطعنتين في الرقبة باستخدام آلة، وهاتان الطعنتان كانتا هما السبب في وفاته. أما المجني عليها عفاف فتعرضت لطعنتين في القلب وكذلك طعنتين في الرقبة تسببتا في فصل جزء كبير من الرقبة عن الجسم، وهذا كان نتيجة لمقاومة قامت بها وقت قتلها. وظهر أيضا في التقرير وجود نسبة مخدر أو منوم في دم المجني عليهما، وأن الوفاة حدثت منذ 5 أيام قبل تاريخ اكتشاف الجريمة، وبالتحديد في وقت متأخر من الليل. بالنسبة لفحص الأحراز، ذكر التقرير أن الأكواب ال3 عليها بصمة السيدة عفافة، لكن الكوب الذي شرب بالكامل كان موجودا عليه بصمتان أخريان مع بصمة السيدة عفاف، إحداهما للحاج محمد والأخرى لشخص غريب. أما الكوب الذي شرب نصفه فكان عليه نفس البصمة الغريبة مع بصمة عفاف، وبالنسبة للكوب الثالث فلم يكن عليه سوى بصمة عفاف فقط. وبتحليل المشروب تم التأكد من أنه شاي، وأن كوبين منه كانا مخلوطين بمادة مخدرة، وهذان هما الكوبان اللذان عليهما البصمة الغريبة. وبعد أن فرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة، وجدوا تسجيلا مصورا يوم الجريمة ليلا لشاب في أوائل العشرينات من عمره يدخل العمارة، وبعد ساعة دخل شاب ثان وكان يرتدي حقيبة على ظهره، وبعد مرور أكثر من 2 ساعتين وفي ساعة متأخرة بعد منتصف الليل تقريبا خرج الشابان معا من العمارة، وكان أحدهما قد غير ملابسه ويرتدي جلبابا، وكان الاثنان يتحركان بسرعة. وبعد 10 أمتار من العمارة ظهر شاب ثالث كان واقفا من بعيد وانضم إليهما، ومشى ال3 معا. وفي تسجيل آخر صورته كاميرا أخرى ظهر الشباب ال3 وهم يركبون سيارة كانت مركونة في مكان بعيد عن العمارة، وبعرض صور الشباب ال3 على بعض من جيران المجني عليهما وأقاربهم. قال جميعهم إن الشاب الأول اسمه مصطفى، وهو ابن أخت السيدة عفافة، وكان دائما يزورها. أما الشابان الآخران فلم يكن أحد يعرف من هما، وبسبب الأدلة وأقوال المقربين من المجني عليهما تم استدعاء مصطفى والتحقيق معه.
بس فقعد يزن عليا بحوارات وبتاع، حوارات ايه؟ اشرح لي. يعني يقول لي ده متيسرة معاه ومش عارف ايه، وانت الفترة الأخيرة. طلع وشاف البيت والعيشه ولا عايشينها بقى؟ اه اه. بس. وبعدين؟ فاللي حصل ان هو قعد بقى يزن عليا، وبعد كده في الفترة آخر مرة دي فبيقول لي كان جوز خالتي نايم، فبيتصل بيا بيقول له جوز خالتك نايم. هو راح لوحدي من غير ما كنت كنت انا رايح في الاول. اه. بس هو اتصل. ثواني بس، انت رحت في الاول لقيت جوز خالتك نايم وخالتك نايم؟ لا انا كنت قاعد، بعد كده هو نام. ناموا ازاي بقى؟ لا جوز خالتي نام عادي، وخالتي كانت جوه. مش معقول حد ينام وانا يعني انا هجيلي ضيوف او انا هكون موجود عند خالتي وخالتك؟ كان متعود عليا، وبعد كده هو تقريبا على الكنبه دي كان بيقعد عليها، كان يعني ايه يا ما بيتعب بينام. ما قلتوش قدام انت نام انا هستاذن موجود ايه؟ هم ناموا قدامك ما استاذنتش ومشيت ليه؟ لا عادي، انا كنت بتعب برضه كنت بنام. بسؤال مصطفى عن سبب زيارته للمجني عليهما ومن كان معه، أجاب بأنه لم يذهب إلى خالته أصلا في ذلك اليوم، وأن الذي ظهر في كاميرات المراقبة هو أخوه التوأم. وقال إنه منذ يومين لاحظ أن أخاه التوأم كان في حالة غير طبيعية، وكان قلقا ومتوترا، هذا فضلا عن أسئلته الغريبة عن أسعار الذهب التي كثرت في ذلك الوقت. وأكمل مصطفى قائلا إنه في البداية لم يكن مركزا مع كلام أخيه، لكن عندما وصله خبر وفاة خالته وزوجها تذكر كلام أخيه وأسئلته. وبعد أن انتهت أقوال مصطفى أخذت بصمته لفحصها، وبعد وقت قصير ظهرت النتيجة، وهي أن بصمته تطابقت مع البصمة الغريبة التي كانت على الأكواب. وبعدها ضغطت جهات التحقيق على مصطفى، وفي النهاية اعترف وحكى الحقيقة كلها. قال مصطفى إنه من عائلة ميسورة الحال، ووالده اسمه أحمد وهو دكتور في الجامعة، ولدى مصطفى 3 إخوة، أحدهم هو توأمه، وكان إخوته يعيشون في بيت كبير، وكانت كل طلباتهم مجابة. وعندما وصل هو وأخوه التوأم إلى مرحلة الثانوية العامة ساعدهما والدهما ووفر لهما كل احتياجاتهما، فركز في مذاكراته ونجح بتفوق، وحصل على 94.5% في الثانوية العامة، وكان أهله فرحين به جدا، وهذا على عكس توأمه الذي كان فاشلا ولم يحصل مجموعا في الثانوية العامة. وبعد النتيجة قدم مصطفى أوراقه في كلية الهندسة وقبل فيها ودخل الجامعة، لكن علاقته بأصحابه الذين كانوا معه في الثانوي ظلت مستمرة حتى بعد أن تفرقوا ودخل كل واحد منهم كلية مختلفة. وكان أقرب 2 إليه هما هيثم سيد ومصطفى عامر، وكان الأصدقاء ال3 يتقابلون ويخرجون معا في نهاية كل أسبوع. وبمرور الأيام تعرف مصطفى أحمد وهيثم على أصحاب جدد، لكن سلوك هؤلاء الشباب لم يكن قويما، ومع الوقت تأثر مصطفى وهيثم بهم وتعلما منهم تعاطي المخدرات. وحاول مصطفى عامر أن يبعد أصحابه عن الطريق الذي مشوا فيه، لكنه لم يقدر، وفي النهاية أصبحا مدمنين مثلهم. بسبب إدمانهما كان الاثنان يحتاجان إلى المال بشكل مستمر، ولاحظ الدكتور أحمد والد مصطفى أن ابنه كل فترة يطلب منه مالا. في البداية كان يعطيه، لكن مع الوقت أصبح الأب يرفض. وفي يوم من الأيام ظل مصطفى أحمد وهيثم يفكران في حل لمشكلتهما، وكيف سيتمكنان من توفير مال يكفيهما لوقت طويل. وبعد أن فكرا تذكر مصطفى خالته عفافة، وحكى لهيثم عنها، وقال له إنها متزوجة وتعيش هي وزوجها وحدهما، وأن لديهما مالا كثيرا. وفي ذلك الوقت كان الاثنان يتحدثان أمام صاحبهما مصطفى عامر، وعندما سمع صاحبهما كلامهما صاح فيهما وتشاجر معهما،
لكن الاثنين لم يسمعا كلامه وتركاه ومضيا. وهيثم بعد أن فكر رسم خطة وشرحها لمصطفى أحمد، وحدد الاثنان موعد التنفيذ وبدأ يستعدان. في يوم الجريمة ذهب مصطفى إلى خالته كما هو معتاد أن يزورها، وبعدما دخل العمارة وطرق باب الشقة فتح له زوج خالته الباب، وأول ما رآه رحب به واحتضنه، وجلس الاثنان في الصالة. وبعد دقائق خرجت خالة مصطفى من المطبخ وسلمت عليه، وفي ذلك الوقت دخل الحاج محمد غرفته وتركهما معه. ومالت السيدة عفاف على ابن أختها وسألته إن كان يحتاج مالا، فابتسم مصطفى وشكرها وطلب منها أن تعد له كوب شاي، فبالفعل دخلت الخالة المطبخ وأعدت الشاي. وبعد دقائق خرجت بالصينية وكان عليها 3 أكواب، وبعد أن وضعتها على منضدة صغيرة أمام مصطفى دخلت المطبخ ثانية، لكن قبل أن تدخل المطبخ قالت لمصطفى أن يشرب الشاي حتى تنهي ما تعمله. وفي هذه اللحظة أخرج مصطفى من جيبه شريط منوم ووضع في كوب خالته وزوجها عدة أقراص وقلب الشاي بسرعة. وبعد دقيقة نادى مصطفى على الحاج محمد ليأتي ويشرب معه الشاي، فخرج الحاج محمد من غرفته وجلس على الأريكة التي اعتاد أن يجلس عليها باستمرار. وحينئذ أخذ مصطفى كوبا من الذي فيه المنوم وقدمه للحاج محمد. والسيدة عفاف هي أيضا خرجت من المطبخ، وما إن همت بأن تمد يدها وتأخذ كوبا لنفسها حتى سبقها مصطفى وقدم لها الكوب الثاني الذي أذاب فيه المنوم. بعد قليل ثقل رأس الحاج محمد وارتخى جسمه على الأريكة ونام بعمق، والسيدة عفاف هي أيضا بدأ رأسها يثقل، لكنها لم تنم، وذلك لأنها شربت نصف الكوب فقط. وفي لحظة قامت من مكانها واستأذنت من مصطفى وقالت له أن يأخذ راحته ويعتبر البيت بيته، وبعدها دخلت غرفتها وهي غير متزنة. وفي ذلك الوقت أخرج مصطفى هاتفه ورن على هيثم رنة واحدة وأغلق بسرعة. وبعد دقائق سمع مصطفى طرقا على باب الشقة بهدوء، فذهب وفتح لهيثم وأدخله، وكان هيثم حينئذ يرتدي حقيبة على ظهره. وأول ما دخل أخرج سكينا كبيرة كان يخبئها تحت ملابسه، واقترب من الحاج محمد وبدون أي تردد ضربه في رقبته بالسكين مرتين متتاليتين. وأول ما حدث ذلك فتح الحاج محمد عينيه وقام من مكانه وهو يرتعش، ودار حول نفسه وسقط على ركبتيه ووضع رأسه على حافة الأريكة وهو يتألم. وبعد دقائق قليلة مات الحاج محمد. بعد أن تأكد مصطفى وهيثم من موته دخل الاثنان الغرفة التي فيها السيدة عفاف ووجداها لا تزال مستيقظة، لكنها في ذلك الوقت لم تكن متزنة. وعندما سألت عن الصوت الذي حدث خارجه التف مصطفى من ورائها وكتم أنفاسها، وهجم عليها هيثم وضربها بالسكين في قلبها مرتين متتاليتين، وظل يجهز عليها وضربها في رقبتها ضربتين أخريين. وكانت السيدة عفاف تحاول مقاومتهما، لكنها لم تستطع الإفلات من أيديهما، وبسبب قوة الضربات التي كانت في رقبتها انفصل جزء من الرقبة عن الجسم. وبعد أن تأكد من موتها رمياها على الأرض، وبسرعة فتح مصطفى الخزانة ومد يديه تحت الملابس، وبالتحديد في مكان كان يعرفه، وسحب منه حقيبة فيها علب ذهب وأخذها إلى منضدة الزينة وأفرغها بالكامل، وترك العلب فارغة.
وأخذ أيضا فواتير الذهب التي باسم خالته. وبعد ذلك مد يديه ثانية في مكان في الخزانة وأخرج منه حقيبة كبيرة فيها أموال. وفي الوقت نفسه كان هيثم جالسا على الأرض ينزع عن السيدة عفاف الذهب الذي كانت ترتديه في يديها ورقبتها، ووضع الاثنان الذهب والأموال في الحقيبة. لكن هيثم بعد أن انتهى تفاجأ بأن ملابسه مليئة بالدم، فأخذ من الخزانة جلبابا من جلابيب الحاج محمد ولبسه ليخفي الدم الذي يغرق ملابسه. والشابان بعدما أنهيا جريمتهما بعثرا أثاث الشقة ليبدو أن القتل كان بدافع السرقة. وقبل أن يخرجا أخذا هاتفي المجني عليهما، وبعد ذلك خرجا من العمارة بمنتهى الهدوء. بعدما نزل من العمارة تفاجأ مصطفى أحمد بأن مصطفى عامر صاحبهما واقف على ناصية الشارع، وعندما سأل هيثم عن سبب وجوده رد عليه هيثم بصوت خافت وقال له إنه أحضره ليراقب الطريق، وإن كل ما يعرفه مصطفى عامر هو أنهما سيسرقان فقط. وفي تلك اللحظة اقترب منهما مصطفى عامر، ومشى الثلاثة معا بسرعة وركبوا السيارة، وأوصلهم هيثم إلى أقرب مكان، وبعد ذلك انصرف بسيارته وعاد إلى بيته الذي في سوهاج وهو يحمل الحقيبة. وفي اليوم التالي ذهب مصطفى أحمد إلى هيثم في سوهاج، وأخذ الاثنان جزءا من الذهب وذهبا به إلى محل ذهب، وسألهما صاحب المحل حينئذ عن صاحبة الذهب، وقال لهما لماذا لم تأت لتبيعه بنفسها؟ فرد عليه مصطفى بأن صاحبة الذهب هي خالته، وأنها هي التي أرسلته ليبيعه لها. وليثبت له صدق كلامه قدم له فواتير الشراء التي كانت باسم خالته. والتاجر أول ما رأى الفواتير اطمأن واشترى منهما الذهب ب43,000 جنيه. بعد أقوال مصطفى أحمد تم القبض على هيثم، وبتفتيش بيته وجدت قوات الأمن باقي الذهب والأموال، وبالتحقيق معه أنكر كل شيء وقال إنه لا علاقة له بالجريمة، وإن مصطفى أحمد هو الذي أحضر له الأشياء التي وجدوها عنده وطلب منه أن يخبئها. وطوال التحقيقات ظل متمسكا بأقواله، لكن بالضغط عليه ومواجهته بالأدلة اعترف ومثل الجريمة أمام النيابة العامة وصور وقت التمثيل. وأثناء التحقيق مع مصطفى وهيثم قال الاثنان في أقوالهما بأن مصطفى عامر لا علاقة له بالجريمة، وكل ما فعله أنه كان ينتظرهما خارجا في الشارع. وبرغم كلامهما تم القبض على مصطفى عامر، وبالتحقيق معه قال نفس الكلام الذي قاله المتهمان، وأنه لا يعرف شيئا عن جريمة القتل. وعندما سألوه لماذا لم يبلغ أول ما علم بالتخطيط لجريمة السرقة سكت ولم يكن لديه أي رد. بعد أقوال المتهمين الثلاثة تم استدعاء تاجر الذهب، وأول ما عرض عليه هيثم ومصطفى أحمد تعرف عليهما وحكى أمام جهات التحقيق كل ما حصل. وقدرت قيمة الذهب الذي سرق من بيت المجني عليهما بحوالي 250,000، أي تقريبا كيلوغرام إلا ربع من الذهب بتسعيرة الذهب وقتئذ عام 2013. وبعدما انتهت التحقيقات أحيل المتهمون إلى محكمة جنايات أسيوط، وظلت القضية في المحكمة لسنين طويلة. وفي عام 2025 وبالتحديد في 4 يناير صدر الحكم على هيثم سيد ومصطفى أحمد بالإعدام شنقا. أما زميلهما الثالث مصطفى عمر فالتقارير كلها لم تذكره.